بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدى الشوط الأول بالشكل المعتاد بتاعنا، لعيب بيلعب على مروان عطية مان تو مان. بيفضل اللعيب ده مكمل مع مروان عطية انتهائه في عيشته، لدرجة ان مروان زي ما انتم شايفين هو بيشاور للعيب اللي معاه الكرة العب هناك ما تلعبليش انا. بيفضل اللعيب ده مكمل مع مروان زي ما احنا شايفين لازق فيه. لو ملاحظين في فريق يانج افريكانز ده حاجه غريبه شويه، ان موديست لما كان بيبقى مهاجم في وسط الدفاع وينزل يحاول يستلم في ظهر الاتنين خط النص، بنلاحظ ان مفيش حد بينزل معاه. الكره دي اتكررت اكتر من مره، ان مدافعين بتوع يانج افريكانز ما بيتجروش للطريقه بتاعتنا، ما بيتسحبش مع المهاجم. معرفش دي ميزه او عيب الصراحه. يظل الأهلي عنده مشكلة في العرضيات، سواء في وجود أكرم توفيق أو في وجود محمد هاني. بص الكرة مع أكرم رفع إيه؟ أكرم رفع بالونة كأن بيشوط على حدود ال 18 الناحية التانية. فللأسف احنا محتاجين نحسن جودة العرضيات، لأن كده ما بنستفدش من الكور دي ومش مستفيدين بمودست. وتاني مرة برضو بنلاحظ نفس الحاجة. بص الكورة المفروض جاية من رامي ربيعة، شوف مودست ماشي ماشي ماشي، ده عادي جدا. المدافع ما تسحبش معاه، وورا الاتنين الهفاض بتوع بيانج افريكانز في اتنين لعيبه. احنا عندنا مودست وعندنا تاو وهم جنبهم السوليه، وكل ده مفيش حد من الدفاع فكر يروح عليهم. الفرقه دي عندها مشكله كبيره في المنطقه دي. احلى حاجه هنا العب السهل وطلعها بره وريح دماغك. من التجارب اللي عملها كولر هو فكرة ان يخلي السولية هو اقرب للمهاجم التاني او الهاف اليمين، ويشوفوا تاو فين والسولية فين. طيب السؤال بقى هنا، هو اللي انت عملته ده كان له فايدة؟ فكرة ان السولية يبقى هو اللي اقرب للمرمى، مثلا تستفيد منه في شوط، تستفيد منه ان يلعب مثلا ثرو زي مثلا الماتش بتاع مدياما. انا شايف ان هي فكرة مش ناجحة. برضو هنا الصورة دي بتوضح نفس اللي احنا قلناه، السولية هو أقرب لفكرة الوينج القريب من الجون. وبصوا تاو فين وأكرم وفين السولية. أنا شايف إن أنت هنا بتخسر ميزة تاو في إن هو يقدر يعدي وإن هو أسرع وأحرف. كلمة بسيطة لمروان، ما ينفعش لعيب يلف بيك اللفة دي. وجوده السولية متقدم قوي للمركز اللي هو فيه ده، وتاو يبقى متأخر، ده أثر علينا دفاعيا بوضوح، وهنشوفها في أكتر من كورة. من الحاجات المؤذية للعين انك تتفرج على الباكات اليمين للاهلي وهي بترفع كرة مع اكرم ماشي. بص بقى على العلامة الحمراء دي، ده مودست فضل ماشي ماشي ماشي، الدنيا فاضية يا عم اهو اللي يلعب لوحده. لا ازاي؟ بص بقى اكرم لما قرر يلعب عمل ايه؟ بالونة. طب انت اتأخرت، ولا منك لعبتها من اول مرة ولا لعبتها صح؟ يا جماعة في حاجة غلط في الناحية دي. من الحاجات الغريبة جدا من كولر قبل من مدرب يانج افريكانز، ان بصوا يا جماعة اللي جاي دلوقتي مودست هو اللي نازل تحت خالص يستلم. تمام طيب ماشي، مودست نزل. فاكرين لما قلت ان مدافعين يانج افريكانز ما بيكملوش مع المهاجم ولا حتى الاتنين الهفاط في خط النص بتاعهم؟ عادي مودست نازل وواقف لوحده، لا المدافع نزل معاه ولا الهفاط حتى غطوا عليه. تقريبا حد مفهم لعيبه الاهلي ان هو حرام ان هم يرفعوا الكره من اول مره. الكره مع حسين الشحات مفيش حد ضاغط عليه، مودست واقف لوحده ورافع لك ايده. العب من اول مره. بص بقى حسين الشحات اتاخر اتاخر، ولما جه لعب بقى عمل ايه بقى؟ بصوا بقى يا جماعه شاطها في فخد المدافع. قال لك عندنا مرار وربنا. نفس اللي قلناه، السولية بيلعب اقرب لجناح مش لمهاجم، ده هو اقرب لل 18 من مودست. في رايي احنا بنفقد امكانيات تاب، وبنقلل من امكانيات السولية. حاجة مش مهمة أوي ما ظهرتلاش مشكلة، إن إحنا بناخدش الكرة التانية زي ما قلنا الكلام ده في وقت ماتش غزل المحلة. إحنا مش بناخد الكرة التانية، وأنا مش عارف ليه. ده اللي أنا كنت بقول عليه، إن وجود تاو مش عارف يدافع أصلا صح. شوفوا المساحة الكبيرة كلها دي في ظهر تاو. المفروض إن السولية هو اللي مكانه تاو. يا جماعة جناح، أنا أرجعه أخليه أقرب لباك يمين؟ طب ازاي؟ طب ما بص بقى برضه دي مشكله حصلت. طيب المشكله التانية، لما اتلعبت الكوره لبره في ظهر الاتنين مدافعين بتوعنا، فين مروان؟ فين مروان؟ الكوره دي لو عدت من اللعيب اللي شاط الكوره كانت هتخش للعيب التاني بوشه، كانت هتبقى سهله. تقريبا دي الكرة الوحيدة اللي ضغطنا فيها من الأول وخدناها صح، وكانت هتنتهي بجون، بس موديست كان له رأي تاني يعني.
هي تقريبا عدوى ضربت في الفرقة، ان حتى الجناح بتاعنا مش عارف يرفع كرة عدلة، وللأسف مستواه بقاله فترة مهزوز جدا أصلا، وهنشوف ده أكبر دليل زحلقته دي. في حاجة مش منطقية، مستواه هبطان بقاله فترة. وده اللي تكملة اللي كنا بنتكلم فيه. تشوفوا السولية فين وبيضغط فين. السولية أول واحد في الفرقة كأنه هو مودست، ماشي. السولية طبعا ضغط متأخر زي ما احنا شايفين، اللاعب رقصه عادي طبعا، دي مش مشكلة، والتاني جايب سرعته. نبص بقى يا جماعة الخير على اللي هيحصل على اللعيب اللي هيبقى دلوقتي اللي أنا كاتب عليه زيس ده. ده لعيب بتاع يانج أفريكانز، والأخ اللي كان هناك خالص اللي عليه السهم تاو. طب المشكلة فين؟ بص اللعيب استلم حلو زي الفل خالص، اللعيب ماشي والدنيا فاضية وصحراء زي ما انتوا شايفين قدامه. في لعيب هناك ايوه اللي عليه الصابع ده، ده جاي برضو لوحده شبه الكورة اللي احنا اتعملت علينا هجمة. طيب ما احنا كده فقدنا يا جماعة الخير الناحية اليمين دفاعيا، بقت مكشوفة لان ما عادش فيها غير تاو لوحده. وطبعا تاو دفاعيا ضعيف، فبقى من المنطق ان دايما يخترقوك من نفس الناحية. طب ايه الفايدة؟ انا مش قادر افهم بصراحة. كده حظنا حلو ان اكرم كان موجود في الكرة دي. الكرة دلوقتي يا جماعة مع اكرم توفيق هنشوف برضو نفس القصة. اللي عليه الدايرة ده مودست، كل ده مودست شبه لوحده وواقف، وممكن ياخد خطوة واحدة بس لقدام على القريبة والكرة تترفع. للأسف أكرم برضو فضل يتأخر يتأخر. طب نبص لكوكا، كوكا بيجري أهو، هو واقف مستني، بيجري بيجري كل ده. كوكا بقى لوحده خلاص. طب ما تلعب يا عم أكرم، العب. ما هو كوكا كده رايح لوحده وفي ظهر الدفاع والهاف اللي قدامه سايبه، اجري بقى والعبها له. لكن ازاي؟ طبعا اتاخر، وطبعا في الاخر اكرم ما لعبهاش والهجمه ضاعت. وده للاسف الشديد جدا مش عيب بس في اكرم، وحتى محمد هاني بيعمل نفس الغلطه. واحدة من طرق الهجوم مع كولر بتبقى من ناحية الشمال تحديدا ان معلول بيلعب لواحد من المهاجمين ايا يكن مين هو. مهاجم بينزل يسقط لتحت، بيخش يلعبها يلعب التو بتاعها لواحد من الهافات، سواء مثلا هاف الشمال لو موجود امام، ما كانش النهارده كان موجود كوكا، او واحد من الاجنحة. طبعا دي من الحاجات الكويسه ان احنا جربناها واكدنا عليها النهارده مره واتنين. ولكن طبعا في الشوط الاول بالتحديد الموضوع ده ما اتكررش غير مره واحده، حظنا وحش ان هي اتقطعت. تاني بشوف ان محاولة ان موديست هو اللي ينزل يستلم قريب من خط النص، ده بتخسر انت كل الامكانيات اللي ممكن تستفيد بيها من موديست. ولكن لان انت جايبه في الاساس عشان عندنا واحد مهاجم صندوق بيلعب بدماغه كويس، ده الاساس بتاعنا النوع. طالما انت عايز مهاجم ينزل ما كنتش تجيب البروفايل بتاع موديست. هنشوف في الكرة دي دلوقتي اللي احنا كنا بنقوله من ان استغلال السولية كهاف ناحية اليمين، واستغلال تاو ان يبقى في مركزه الاساسي كجناح. هنشوف دلوقتي السولية لما استلم عند قريب من خط النص عمل ايه. السولية استلم الكورة، تاو بيجري له. تاو بنستغل طبعا سرعته وبنستغل في نفس الوقت ان السولية بيعرف يلعب كور طولية كويس، او بيعرف يلعب سروهات كويس. فبالتالي انا كده استفدت من السولية في المركز اللي هو بيعمله. السولية بيلعب خط نص، مش هلعبه جناح. طيب نبص بقى للكرة دي، لعيب يانج افريكانز داخل على من قلب الملعب من نفس الناحية اليمين. طيب المشكلة دلوقتي ان السولية بقى هنا مش قدام، السولية هنا مقرب ماشي مع اكرم حلو زي الفل. ولكن فين العنصر الثالث؟ هتقول لي مثلا يا عم ده هو لعيب رايح على على اتنين لعيبة. اقول لك بص على شمال اللعيب ده، في لعيب ناحية الشمال بيجري. اكرم طبعا للاسف هو ما كانش خايف ان هو يدخل عشان الكرة ما تتلعبش للعيب اللي جاي ناحية الشمال، خصوصا ان تاو مش موجود. فبالتالي اكرم بقى بالبلدي كده هو محتار اخش ولا لا. ثانيا السوليه طبعا من غير اي ضغط، انا ما اعرفش انت لقيت الكره زي كده اعمل فاول. انت اعتمدت مثلا ان هو مش هيرقص اكرم او ان اكرم هيلحقه. طيب ماشي، ده ما حصلش. دخل رامي ربيعه برضه وكمان اترقص وخاف يعمل بنالتي طبعا. فبالتالي بقت المشكله كلها ان الراجل ده راح انفراد عادي جدا زي السلام عليكم. ولولا ان ربنا كرمنا وشوبير شال الكوره كنا هنلبس جون ملوش لازمه. وده اللي احنا بنتكلم فيه. الناحيه اليمين دي يا جماعه ايا يكن مين اللي بيلعب فيها مشكله. تاني نبص للكروس المتأخر جدا من أكرم. عندك موديست رفع ايده، بقى رفع ايد واحدة، رفع الايدين الاتنين. عندك واحد بيجري كوكا داخل لك في ال 18، كل ده انت متأخر متأخر. ويوم ما رفعتها عملتها بالونة. طب ما احنا كده ما استفدناش. ما هو طبيعي طالما انت رافعها لي بالونة انا عمري ما هعرف ان انا العبها لك كويس.
فانا ده مش منطقي يا جماعه. نبص بقى للكرة دي يا جماعة. مروان لما يلعب صح، مروان اللي عليه الدايرة، مروان فضل بيجري بسبرنت عشان يلحق اللعيب اللي قدامه اللي دخل معاه الدايرة ده، عشان الكرة لما تتلعب بالعرض. طيب اللي حصل ايه؟ مروان توقع ان ممكن الكرة تتلعب بالعرض لجوه. هو دلوقتي مروان وسطن نفسه، انا ما بين ان انا تتلعب جوه ال 18 وما بين تتلعب على حرف ال 18 زي ما بتتلعب. وقفته دي خلت الكرة تتقطع وما يبقاش في اي خطورة. بالتالي ده اللي هو مطلوب، المفروض ان هو يعمله في كل كرة من النوع ده. نشوف هنا بقى حاجة هجمة بتبين حاجتين. أول حاجة بتبين ميزة لما حسين الشحات يلعب من غير ما يحنكش. الميزة الحاجة التانية اللي بينتها الهجمة دي، يا جماعة والله ما ينفع إن موديست ياخد المسافة دي كلها من خط النص لحد جوه ال 18. مش هيعرف يعمل لك أي حاجة، فضلا عن إن هي أصلا كمان جاية على شماله، ولا منه لعبها عدل ولا مننا استفدنا. برضو تالت أو رابع مرة الكرة بتوصل لأكرم. أكرم كالعادة بدل ما نرفع ونشيل من أول مرة، أكرم استنى براحته خالص. كان قدامه موديست ومش ظاهر في الكادر، قلنا هنعتبر موديست ده معاه واحد من المساكين. عندك واحد بيجري لك السولية اهو. المفروض ان انت اول ما بتلبسها تمام بتستنى السولية بياخد لك سبرنت، بتسقطها للسولية اللي هيبقى جاي فاضي. المسافة ما بين السولية لأقرب مدافع له كبيرة. طيب ما تلعب بقى على طول من أول مرة، كل ده السولية ماشي عادي ماشي مكمل مكمل، وأكرم بيتباطأ، فطبعا بسهولة جدا. في الآخر هنشوف أكرم بقى عمل إيه. دي برضو مشكلة تانية. أكرم بدل ما يرفع للسولية تمام، لا أكرم فضل إن هو يرجع بالكورة تاني. يعني احنا وقفنا الهجمة ولا استفدنا بالسولية اللي رايح فاضي براسه تمام، واللي ممكن تسقطها له، ممكن يلعبها بدماغه، ممكن تعمل أي حاجة غير اللي أنت عملته. فده غلط يا جماعة، لازم نفهم اللعيبة بتترفع الكرة من أول مرة.